عشان تخس وتنزل الدهون من بطنك ودماغك اكيد عايز توقف الكربوهيدرات في الدايت. يعني عايز توقف خبز ومكرونه وفواكه وشوفان، كل مصادر الكربوهيدرات. نفس الشخص ده اللي هتلاقيه خس وقطع الكربوهيدرات خالص ونزل 10 كيلو من وزنه هو نفس الشخص اللي بيشتكي بان عنده ترهلات كتير. ولازم تفهموا دايما ان الجرام الكربوهيدرات بيخزن 4 جرام ميه، وعشان كده لما بتخس اول اسبوع على الميزان بتخس كتير وبتروح نازل 7 8 كيلو على الميزان، ودي بسبب ان انت بتقطع كربوهيدرات جامد فبتنزل كميه ميه كتير. وبتبقى هنا بقى اتحمست جدا وعايز تقطع كربوهيدرات اكتر عشان تخس اسرع، والموضوع كله خدعه. وعشان كده الترهلات هنا بتزيد للناس اللي بتقطع كربوهيدرات بكميه كبيره او تمنعها خالص من الدايت. فعشان كده لازم تعمل حاجتين، لازم لما تيجي تمنع الكربوهيدرات تقلل الكربوهيدرات حاجه بسيطه في الدايت. تاني حاجه لازم تعمل في نفس الوقت اللي بتبتدي فيه دايت تبتدي تمارين مقاومه. يعني من الاخر ما ينفعش تمنع الكربوهيدرات خالص من اكلك، ويا ريت في اول اسبوع تقلل من 200 ل 300 سعر مش اكتر من كده. ولو عايز تعمل نظام غذائي مظبوط على هدفك مع برنامج تمارين مقاومه مع اقوى برنامج تنفس اللي بيحسن تشبع الاكسجين عندك وده بيزود حرق الدهون، تقدر تلاقي ده كله في برنامج الانتي ايجنج او الاف اي بي. اكتب لي تحت في الكومنتات كلمه اف اي بي وهبعت لك لينك فيه التفاصيل.